أغرب حالة زارتك في العيادة؟ انسه برضو عندها 35 سنه. الحاله دي دخلت فتحت جراحه قبل كده، اورام ليفيه، وهي كان عندها بطانه مهاجره وعندها مشاكل تانية كتير بصراحه، فما كانش عندها اورام ليفيه بس هي كان عندها اورام ليفيه متعدده. ودخلت الدكتور الجراح اللي فتح لها طبعا جراحه، لان وهي فعلا كانت مستدعيه جراحه. شال لها جزء كبير من الاورام اللي فيها وساب لها ورم ليفي كان حجمه وقتها 7 سم. قال لها الورم ده في عنق الرحم، لو حاولت اشيله الرحم يتشال، فانا هسيبك بالورم الليفي ده عشان نحافظ لك على الرحم وانت لسه ما اتجوزتيش، فما نضيعش فرصتك في الحمل. المهم الحاله خافت من الكلمه دي، فضلت تقريبا 4 سنين عايشه بالتعب بتاع الورم الليفي وبمشاكله عشان خايفه من كلمه ان الرحم لازم يتشال، لحد ما الورم الليفي وصل ل 20 سم. 20 سم، انت متخيل؟ مش هقول لك راس بيبي، راسين جنب بعض في عظم الحوض ضاغطين عليه في عنق الرحم. كلمه في عنق الرحم دي اللي يفهمها من اصعب الاورام اللي فيها اللي بتيجي في عنق الرحم، لان هي بتبقى تحت خالص وفعلا في المكان اللي شايل الرحم نفسه. انا ممكن بسهوله جدا لو ما كنتش حذر وانا بشيله الرحم كله يطلع في ايدي. فهو فعلا في مكان صعب جدا، بس تخيل ورم ليه في 20 سم، راسين في عظم الحوض ضاغطين عليه، واجعين ظهرها، مش عارفه تمشي، مش عارفه تعيش حياتها اصلا بسبب الورم الليفي ده. الحاله دي بفضل الله اتعملتها لسه قريب. قدرنا نشيل الورم الليفي كامل، وكان في ورمين تانيين ظهروا شلتهم. كان عندها كيس شوكولاته شلتها، كان عندها ارتشاح في قناه هروب وصديد في قناه هروب، نظفناه، والحمد لله الحاله خرجت من العمليه. قعدنا فيها 3 ساعات ونص شغل، بس الحمد لله. الفرحه اللي على وش الحاله وهي خارجه، اول ما فاتت من البنج بتقول له الرحم موجود انا مش موجود. الفرحه اللي على وشها لما الشباب خرجت وعارفه ان الرحم بس موجود بصرف النظر عن اي حاجه تانية، تسوى الدنيا واللي فيها. الحاله جالي بعد اسبوع بعد من العمليه، جايه بتقول انا ما كنتش عايشه، انا ما كنتش بعرف امشي، انا حاسه ان في فراغ في بطني، انت شلت عني حمل تقيل. وعد على كده كتير بقى.